السجاير والمشكلة اللي حاصلة واتكلم فيها الإعلاميين. أولا العلبتين دول ب120 جنيه. إياك وبحذرك تقول لواحد مدخن وفر فلوسك وصحتك، ما يعرفش الرد بتاعها غير المدخن، بينفخ فيها قرفه، أصبحت مكون من مكونات السم في دمه ومش قادر يطلع منها. فما انصحكش انك انت تقول لمدخن بطل السجاير ووفر فلوسك. السيد رئيس شعبة الدخان، السادة الإعلاميين، شكرا لحضراتكم في إدارة هذه الأزمة، لم تقدموا لنا حلا واحدا، وأصبح الموضوع مرتع ودخل على كل السلع لنا فترة. لما تيجي سيادتك أعلنت إن السجاير مسعرة ونزلت البوستات، تروح للتاجر أو للكشك أو للي قاعد بيها في الشارع تقول له ده الحكومة مسعراها بكذا كذا، يقول لك ده اتقالت، ده عند أم ترتر. روح خلي الحكومة تجيب لك سجاير، خلي المصنع يجيب لك سجاير. بنقول لحضرتك ألف شكر تعبنا حضرتك. السادة الإعلاميين، شكرا لحضراتكم، لم تقدموا لنا حلا. علبة السجاير أديرت، هذا الملف أدير بفكر إداري وهقول لكم عليه. في فكر في مبادئ الإدارة ويعرفوه اللي درسوا التجارة وإدارة الأعمال والعلوم السياسية. الإدارة بافتعال الأزمة، قصد التربح، قصد الاستغلال، أيا كان القصد، ده فن لا يجيد أمثالي أو أمثال الناس العادية، وإنما ليه ناس مختصة. الحركة اللي اتعملت في موضوع السجاير، الكود اللي هو اتحط هنا مكان سعر العلبة. أنا كمستهلك في حد معقول للزيادة، للتاجر اللي هو الكشك اللي واقف السوبر ماركت اللي قاعد بيبيعها في الشارع في الطريق في محطة 2-3 جنيه أو جنيه، عادي بقبله أو مقابل المشوار مقابل رزقه. لكن إنها تتضاعف، الكود اللي اتحط هنا، ولما يطلع مسؤول يقول لك اتصل بالكود عند حالة الاستغلال. عند حالة الاستغلال مين اللي يتصل بالكود؟ أنا ليا سعر والمفروض ده يعمم، حتى لو كان ب100 جنيه في علبة السجاير، طالما مكتوب أنا مرتضي، أنا داخل على اللي بيبيعها وعارف سعرها كام ومقرراه. هذا الملف أو هذا الموضوع أدير بفن إدارة افتعال الأزمة، قصد التربح أيا كان القصد، مش هندخل في المقاصد، لكن إنك تحط لي كود مكان السعر. الإنسان العادي حضرات ما بيدورش على الكود، هو بيدور على السعر. المفروض الجهات المختصة تلزم شركة السجاير بوضع السعر مكتوبا وبخط كبير ومميز، عشان اللي قاعد بيبيعها في الشارع أو في السوبر ماركت أو في كشك ما يقولوش روح خلي الحكومة تجيب لك السجاير بالسعر المعلنة، أو الشركة يقول لك ما فيش، خلص، كان فيه منه خلص. أصل عند أم ترتر اتقالت، والله ما تحكوش، اتقالت. أنصح أي واحد إن ما يقولش للمدخن بطلها أو وفر فلوسك. أنا عايز أشتري المنتج ده، أنا ليا سعر طالع من مصنعه أو من شركته مكتوب عليه. السادة مسؤولي التموين والحملات الرقابية، إحنا هنشتغل مع حضرتك. حط لي السعر على المنتج بس، خلي مصنعه أو شركته تحط السعر على المنتج، سعر النهارده بتكلفة النهارده بربح النهارده بسعر صرف دولار النهارده، وأنا هشتري. أشكر الناس الإعلاميين اللي هم طلعوا ما قدموش حل. السيد المحترم رئيس شعبة الدخان طلع تسعيرة، لكن انا قلت لحضرتك ان لما تروح تشتريها من البقاله او السوبر ماركت او اللي بيبيعها بيقول له الردود اللي قلتها وسط الفيديو. يا ريتكم وصلت المعلومه. عايزين سعر على ثمن المنتج، في الزيت، في اي حاجه، في الرز طالع من مصنعه بكده، يبقى لما هشتريه ويجي يزود التاجر ويستغلني اعرف اتكلم معاه، وانا اكون ضمن حمله الرقابه التموينيه. شكرا لحضراتكم.